بيونج شياه. طبعا انا لو قلت لك ان الكلمه دي بيرحبوا بعض بيها في الصين انت ممكن تستغرب. بصوا يا جماعه، احنا دلوقتي في مطعم مسلم صيني، والمفروض بقى ان المطعم ده بيعمل اكل صيني بس بالطريقه المصريه. تعالوا نشوف. بصوا انا في شويه حاجات غريبه كده شفتها لاول مره في حياتي، بس اهم حاجه عندي ان الاكل ده يطلع حلال. بصوا يا جماعه، بما ان احنا في مطعم صيني فانا جبت لكم الراجل صيني. تعالوا بقى نجربوا الاكل. بصوا بقى، هي تجربه النهارده مختلفه شويه لان هي تجربه اكل صيني، فانا قلت بقى لزوم التجربه دي لازم اجيب لكم راجل صيني. شونج يونج بقى والجو ده. شونج يونج مش راضي ياكل، الزهر محروق مني. بصوا هو ماسك الطبق مش راضي يسيبه. الصينيين دول برضو خبره يا جماعه في ماسك العصايه دي. انا عايز اقول لكم ان هو خلص نص الطبق اصلا، وانا كل ده مش عارف اشبك العصايه في المكرونه. مش عارف ليه حاسه كده عايز يقول لي ما تخلص يا عم انا عايز اكل. تاني حاجه غريبه برضو جربناه وهو المشروم الصيني. انا هنا كنت لسه بجمع ده ايه ده اصلا، بس هو ما استنانيش. انا مش عارف اطلعها اصلا. الظاهر هنا انا صعبت على الشاب الصيني ده فقال لازم ياكلني في بوق. مبدئيا كده المشروم الصيني ده ملوش اي علاقه بالمشروم العادي بتاعنا، هتحسه عامل شبه الكولومبيه لما بتسلقها في الميه. وجربنا برضو الغريب من عندهم وهو الدجاج سويت اند ساور. لا استنى، انت كده بتغش. عايز ادوق. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي. وعلى فكره يا جماعه انا بالنسبه لي اول مره اكل الحاجات دي في حياتي، يعني اللحظه دي تاريخيه. انا عايز ادوق امسكها ازاي. وريني. لو ما تعرفش صوص السويت اند ساور ده بيبقى عباره عن صوص كده تحسه مسكر شويه عامل شبه العسل. هو تقريبا كده دي الحاجه الوحيده اللي انا اعرفها اللي هي النودل، بس هي هناك ما اسمهاش كده، اسمها مكرونه مع لحم بقري قطع. بص بقى، انت دي اصلا منبعها. طبعا انت بقى من اول ما شفت النودلز دي جه في دماغك على طول الاندومي الكوري. انتوا هنا بقى ما تعرفوش انا كنت مبسوط قد ايه ان انا عرفت اطلعها بالعصايه. يعتبر الطبق ده من اكتر الحاجات اللي عجبتني هناك. انا قاعد باكل تاتا تاتا هنا على مهلي، والصيني اللي جنبي ما بيسميش. بص خلاص هيخلص الطبق وانا كل ده حاطط ايدي على بوقي ومش عارف ايه. انا بيتهيالي ان الطبق ده كان فيه لحمه، هي راحت فين؟ يا دوبك بس انا قلت له الطبق ده كان فيه لحمه، لقيته حط العيدين وراح طلع لي اللحمه كلها. وطبعا بقى احنا في لحظه زي دي لازم ندخله بايدينا. وجربنا برضو الجرونوزي مجفف. بقول لك ايه، هي اسمها كده. انا لسه بقى بستفسر على الجرونوزي المجفف ده بقى وبشوف هو عباره عن ايه، لقيت الصيني دخل وداس. واللي ما يعرفش الجرونوزي المجفف ده انا ما اظنش ان في حد يعرفه اصلا. وده بيبقى عباره عن عجينه مجففه كده محشيه من جواها لحمه. بص يا غالي، هو طعمه غريب كده بس هو بكل بساطه عباره عن عجينه ولحمه مفرومه. انا عايز اقول لك يا غالي ان انا كنت بعاني وانا باكل بالبتاعه دي. انا ما اظنش ان في مصري اصيل بيعرف ياكل بيها اصلا. يعني الصيني يبقى خدها وحطها في الصوص واكلها وهضمها وبلعها، وانا كل ده لسه اصلا بطلعها من الطبق. بحسبها مكرونه نيه. مش مكرونه اللي هي بطاطس والله. بطاطس نيه. هنا بقى كان في حد اقترح عليا ان اجرب السلطه من عندهم، واللي انا اكتشفته بقى في السلطه بتاعتهم ان هم بيحطوا بطاطس بيبشروها كده وهي نيه. الصراحه التجربه كانت ممتعه قوي ولازم اجربها تاني. والمكان هو مطعم حسين المسلم الصيني اللي موجود في العباسيه عمارات الفردوس برج 21. ده بقى كل حاجه تخصهم عشان لو حبيت توصل لهم في اي وقت.